السوشيال ميديا كسلاح سياسي. هلأ نحن عم نحكي الحقيقة. التيك توك، فيسبوك، انستغرام صارت منصات سياسية أكثر من أي وقت مضى. يعني الأخبار بتنتشر بسرعة البرق، بس لازم نعرف هل عم توصلنا الأخبار الحقيقية ولا لا. لهيك اليوم رح نفصل هالموضوع. بالبداية عنا الأخبار الكاذبة وانتشارها. للأسف الأخبار المزيفة عم تنتشر أسرع من الحقيقية، والناس عم بتصدقها قبل ما تتحقق من أي مصدر، وهذا الموضوع كتير ضروري. يعني مثلا عنا حملات التضليل السياسي، عنا أحزاب سياسية وقوى إقليمية عم تنشر لصالح أجنداتها الشخصية، وتأثيرها كبير على الرأي العام وخاصة على فئة الشباب. طيب خليني أعطيك نصايح بسيطة كرمال نتحقق من هالمعلومات. أهم شيء إنك تتحقق من المصدر يلي ناشر هاي المعلومة، والأفضل إنك تلاقي أكثر من مصدر لهي المعلومة نفسها. وأكثر شيء مهم هو متابعة مصدر وسائل الإعلام الموثوقة إن كان ببلدك أو ببلاد تانية. ومن هون للإعلام الرقمي دور واضح ومهم. يعني شو دوره بشكل عام؟ بالمرتبة الأولى كشف الفساد وتوعية الشباب ونشر الحقائق، لأنه بشكل عام لازم يكون عندنا وعي قبل ما ننشر أي معلومة، لأنه أنت ما بتعرف شو تأثيرها على المتلقي. السوشيال ميديا يا جماعة هي أداة قوية، لازم نستخدمها بحذر وما نخليها تضللنا. وانتو برأيكم هل منصات السوشيال ميديا عم تساعد المواطن في الحصول على الحقيقة ولا عم بتخربطها؟ احكوا لنا آراءكم بالكومنتات، والحلقة الجاية رح يتم عرض آراءكم بكل شفافية.